السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفوا راح نخدم معاكم السترة نتاع الحمام ولا الفوطة تاع الحمام اللي تحت طلب بعض الأخوات المبتدئات. راح نشاركها معاكم خطوة بخطوة. ما تنساوش جيم وبارطاج للفيديو باش هكا يشوفوا أكبر عدد من الناس. مرحبا بكم كامل خواتاتي. هنا كما راكم تشوفوا عندي هنايا هاد الزيكزاك دويدة هذا. شوفوا هنايا بالنسبة للأخوات اللي بغوا يخدموا المشاريع المصغرة ننصحكم تشرو كيما هكا بالبوبينة، ما تشريش بالمتر على خاطر كي تشري بالمتر يستقام لك غالي. تشري هكا بالبوبينة تلقيها 7000 8000 كل واحد وشحال يبيعها تلقام لك رخيصة. صاي خواتاتي، هي هنايا نشري انا هكا بالبوبينة. كل ما يكون عندك شري وحدة، شري كولر اللي تكوني غادي تخدمي به هكا تلقايهم من بعد. وهنايا عندي هاد الوردات هذو راهم يتباعوا كيما هكا بالحبة تلقوهم، ولا كاين اللي تلقوه هكا يجي بالميطرة وتقصيهم نتيا. شوفوا انا عندي هذو غادي نزين بهم الفوطه تاعي. وهنايا القماش عندي انايا شوازات خواتاتي، هي غادي نخدمها بشوازات. انا خيرت هاد لاكولر الغوز كيما هكا، نتوما خيروا لاكولر اللي تعجبكم وماريو معها هذاك الزيكزاك اللي غادي ديروه معاها، ولا ديروا لها الهدوب. المهم الاختيار يكون لكم في التزيين خواتاتي. انا شاركت معاكم هذه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنايا الشوازات راها دير 30 في المتر. أنا شريت ميطرة. شوفوا خواتاتي هاهي فيها ميطرة و5 سنتيم. وهنايا عرض القماش هذا يجي فيه ميطرة وشوية زيادة، راه فيها واحد 8 سنتيم زيادة هكا. شوفوا ميطرة وخمسين والزيادة هذه اللي راها باقية هنايا فيها 8 سنتيم. ها هي غادي نحتاجو غير ميطرة نتاع قماش غادي تخدم لكم فوطة ما شاء الله. وإلا كانت وحدة جاية شوية كرون طاي جاية سمينة تاني ما تشريش ميطرة، شري ميطرة ونص على حساب عرض القماش. ميطرة ونص ديري ميطرة ونص على ميطرة ونص صاي. وهنا غادي نحتاج اللاستيك. انا غادي ندير لها اللاستيك. هنا اللي ما تبغيش دير اللاستيك تبغي تخليها كيما هكا ودير لها ربطة. المهم الاختيار يكون لكم خواتاتي. انا هنا درت لها اللاستيك، هي جات بزاف شابه بلاستيك هكا، عطاها لمسه شابه وثاني في اللبسه تاعها مليحه مريحه ماشي تاع تحلي وتعاودي تبلعي. في الاخير دوك نوريكم كيفاش تفتحوها وتغلقوها. صاي خواتاتي تبعوا الفيديو للاخر. هنا كيما راك تشوفوا نجو نطوي القماش هكا على اثنان نعاودو نطووه على أربعة نقلعو هذيك لاليزيغ باش كي نكونوا نخدموا ما يبقاش فيها تكمش. هيا نجو الجهه السفليه كذلك نقلعوا لاليزيغ. هنايا دروك عرض القماش هذا كيما شفتوا راه فيه متر و58، والطول اللي شريته انا فيه متر و5. هذيك متر و5 غادي تجي في طول الفوطه تاعنا. العرض هذاك تاع متر و50 او متر و58 عفوا غادي نديروه في الدوره كامل، بصح متر و5 غادي تجي في الطول. صاي. هنا كيما راك تشوفوا نقلعوا هاد لاليزيغ كيما هكا، نطوي القماش على اثنان نعاودو نطوي على أربعة باش تجيكم سهله في الصاله بالخف تفصليه. ونعاودو هنا نروحو الجهه السفليه كذلك نقصوه كيما هكا كيما شفتوني قصيت. ومن بعد هنايا شوفوا غادي نفتح القماش كامل. هنا شوفوا هذيك الجهه نتاع اللي فيها متر و50 سنتيم، هيا نوريكم هكا بالمتر. اللي ما تفهمنيش بالهضره تفهم بالمتر. الجهه اللي فيها متر و58 سنتيم غادي جهه واحده نكففها وحده ما غاديش ندير لها كفه. تبعوا مليح معايا خواتاتي. هيا شوفوا هذه الجهه هذه تاع متر و58 ما غاديش ندير لها الكفه، هذه اللي غادي يركب فيها لاستيك. والجهات الثلاثة الأخرين اللي باقية منها تاع متر هذوك زوج تاع الجوانب منهم اللي فيهم متر، والجهة السفلية اللي فيها متر و58 هذوك قاع ندير لهم كفة. غير جهة وحدة تاع متر و58 اللي ما نكفوهاش. شوفوا هنا خواتاتي الطريقة تاع الكفة كيفاش ديروا. الوجه تاع القماش ها هو في جهتين، في الجهة العلوية والظهر تاعها راه في الخلف. أنا غادي ندير الكفة على الوجه نتاع القماش. هيا نطوي ها الوجه تاع القماش راه في جهتي الفوق، نطوي القماش ندير الكفة للجهة تاع الوجه ماشي للخلف، درتها للجهة تاع الوجه نتاع القماش. نديروا الكفة كيما هكا. ومن بعد هاد الخياطة هذه غادي نغطيها بهذاك القالون تاع الزيكزاك دويدة كيما وريتها لكم في الأول. صاي. وهنايا نتيا الا كنتي باغيه ديري هذاك زيكزاك دويده ديريه، ما كنتيش باغيه ديري كان عندك الهدوب ديري الهدوب وديري نفس الطريقه اللي خيطتها كيما هكا، خيطي على الوجه هكا. ومن بعد كي تركبي التزيين تغطي هذيك الخياطه اللي كنتي خيطتيها. كي تقلبي الفوطه تاعك تجي خدمه فينيو وتجي شابه. هنا غادي نخيطها كيما هكا كامل. وكي نجي هنايا في الجهه السفليه شوفوا خواتاتي عند الزاويه القائمه هذه
ديروا هذا الشكل هذا اللي كنت شاركته معاكم في السربيته في الفيديو السابق. ها هو حطيت لكم الفيديو صامت خواتاتي، ما بغيتش نهضر. قلت باش كاين الاخوات اللي يبغوا فيديوهات هكا ساكتين، ما يبغوش الهضره بزاف، ما بغيتش نهضر، قلت نحطها لكم هكا سيلونس خواتاتي باش تستفادوا منه. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من الفيديو اللي حطيته لكم. وكنت حطيتها لكم في فيديو سابق كذلك، درت لكم عليه خياطه وتفصيل تاع السربيته تاع المطبخ. دوك اللي جايين في الجون هذوك راني حاطتها لكم في القناه وشرحتها لكم بالتفصيل. هذاك الفيديو كان فيه الصوت. كاين بزاف الاخوات اللي قالوا لي الفيديو هذا ماشي ما فيهش الصوت على اللي حطيتها لكم له البارح. هذاك حطيتها لكم كما قلت لكم غير باش تستفادوا منه. هنايا شوفوا نفس الطريقه اللي شاركتها معكم ديروها في الفوطه في الزاويه القائمه باش تجيكم شابه. وهنا كما راك تشوفوا بعد ما خيطت الجوانب كامل فت عليها بالحداد. شوفوا رقت كاع هذيك الخياطه بالحداد كيما هكا تحدوها. وهنايا كيما راك تشوفوا ها هو الظهر تاع القماش والكفه راهي في الوجه نتاع القماش. صاي ها هي الكفه راهي في الوجه نتاع القماش، والجهه العلويه هذه كيما قلت لكم ما درتلهاش الكفه، خليتها كيما هاك. هذه من بعد غادي نركب فيها لاستيك. وهنا نروحوا للجوانب. شوفوا من الجهه اللي بديت فيها الكفه غادي نجي هنا نحكم الزيكزاك هذاك زيكزاك دويده نحطه فوق وين ما خيطت الكفه تاعنا. شوفوا فوق الخياطه ديريكت نغطوا هذيك الخياطه ما نخلوهاش تبان. شوفوا بهذا الشكل هذا حطيها فوقها، وماذا بك مادامك تخيطي عاودي خيطي فوقها باش كي تقلبي هكا ما يكونوش بزاف خياطات من الداخل تجي خدمه نقيه. صاي خواتاتي هيا شوفوا غادي نحطها كيما هكا بهذا الشكل هذا. راكي تخيطي وتسقدي في القماش تاعك. طريقه بزاف سهله تقدروا تخدموها كمشروع. المشاريع الناجحه هذه تاع الفوطات كيما هكا ولا الستران تاع الحمام يتمشاو لكم. ها هما خواتاتي شوفوا خدمتها لكم بطريقه سهله ومبسطه لكل المبتدئات. اللي ما تعرفش تخيط غادي تخيطها وتجيها سهله. وبالنسبه للاخوات اللي راهم باغيين يبداو المشاريع نقول لكم بداو بحاجه اللي تكون سهله اللي ما تخافيش منها في الفصاله وكامل، اللي تشجعك باش تولي تخيطي. ما تبداش بالحاجه الصعيبه، ابدا غير هكا حاجه قليله كيما بوينت كيما الطابليه كيما الطابليه تاع المطبخ كيما الدراوات مخايد. ما تروحيش ديريكت للبدعيات وتخافي من الفصاله لا وتكرهي الخياطه. ابداي بالحاجه السهله خواتاتي. كاع بدينا كيما هكا ومن بعد غير بشويه بشويه طورنا من نفوسنا. ودائما تكون عندك الثقه في نفسك، ما تخدميش حاجه وتقولي ما جاش شابه ما نزيدش نخدم وتكرهي الخياطه. لا خواتاتي تخدمي حاجه نتيا تشجعي روحك بروحك. ما كاش اللي غادي يشجعك، ما كاش اللي يقول لك زيدي خدمي وجات ما شاء الله ومنا ومنا. انت تعطي الثقه لنفسك وانت اللي تشجعي روحك وتولي تخدمي ان شاء الله وتولي محترفه. بالنسبه للاخوات اللي راهم باغيين يبداو الخياطه وما عندهمش ماشينه نقول لك ماشي شرط تكون عندك الماشينه، غير بيدك كاين بزاف صوالح اللي تخدميهم بالاشغال اليدويه. ماشي كلشي تخدم بالماشينه. حتى كي تطوري من نفسك وتبداي تعلمي مليح في الصاله ماذا بك الا بغيتي تفصلي بدعيه ولا تفصلي كاش حاجه فصليها، بصح ماشي شرط ثم تخيطيها. حتى كي تحفظي الباترون وكامل باش عاد تولي تحوسي على الفصاله تاع البدعيات وعلى الفصاله والخياطه. هنا خواتاتي ننصحكم باش تبداو بحاجه صغيره كما قلت لكم تشجعوا نفوسكم، وكي تطوروا من نفوسكم عاد تبداو في الخياطه وتبداو في المشاريع وتبيعوا على رواحكم. ربي يوفق الجميع ان شاء الله. هنايا كيما راك تشوفوا بعد ما خيطتها كاع صاير داير كيما هكا نقصو. هيا هنا بعد ما قصيت القطعة هذا نتاع الزيكزاك كيما هكا بهذا الشكل. دوك نجي هنايا نحكم الجهة اللي ما كنتش درت لها الكفة. هنا شوفوا درت لها كاع صاير داير كفيت وزينتها بالزيكزاك. هنا هذا الخيوط هكا تقصوهم كاع تكرونتوهم ومن بعد نجو هنايا في الجهة اللي خليناها ما درنا لهاش الكفة. دروك هنا شوفوا الا كان عندكم سورجي ديروا لها سورجي وديروا كفة واحدة كيما هكا. خلوا فتحة قيمة 2 سنتيم مفتوحة. إلا ما كانش عندك زيكزاك ديري بهذا الشكل هذا طوي قيمة نص 1 سنتيم للداخل وعاودي طوي كيما هكا خلي فتحة قيمة 2 سنتيمات. هنايا أنا خليت 2 سنتيم باش كي تجينا في التستيفة تجي هكا مستفة تجي شابة. تبغي تنقصي تخلي غير 1.5 سنتيم ولا 1 سنتيمات على حسب اللاستيك اللي يكون عندك. إلا كان رقيق نقصي. ديري غير هكا كفة رقيقة ودخلي منها هذاك اللاستيك. هنايا شوفوا راني خيطتها كيما هكا تجي مع الحافة وتخيطي. بالنسبة للأخوات المبتدئات هاد الطريقة تاع تطوي وتعاودي تطوي القماش حكميه بلي زيبينغل باش ما يغبنكمش. من بعد عاود روحوا للماشينة وخيطوه.
باش تخرجي القطعة تاعك كامل نيشان ما تجيش فيها اعوجاج. هنا كيما راكم تشوفوا ها هي الفتحة اللي خليتها في هذا الجانب وفتحة في الجانب الثاني كيما هكا. هذه دروك غادي ندخل فيها لاستيك. هنا كيما قلت لكم نتوما الا ما بغيتش ديروا لاستيك تقدري ديري لها شريط كيما نقولوا تطويل القماش تاعك غير من القماش قصيها كقطعه تكون طويله تاع قماش وخيطيها كيما شريط البي ودخليها في بلاصه هذا اللاستيك اللي درت انايا وديريها كي شغل غادي ديري ربطه تربطيها في الامام كذلك تساعدك بزاف. ولا ديري لها لاستيك جا ما شاء الله خواتاتي يطبع في اللبسه. وهنا شوفوا قبل ما نديروا اللاستيك نركبوا لها الورد. هنا الورد درت هكا تزيين عشوائي فتحت القماش كامل وبديت نستف في الوردات. هنا الوردات هنا خواتاتي غادي نخيطهم في الماشينه ما غاديش ندير لهم الكولا بيستولي. تقدري ديري كولا بيستولي ولكن ما بغيتش ندير لهم كولا بيستولي بغيت نخدم حاجه تكون شابه وتكون متقونه. هنا في الخياطه نخيط كاع صاير داير على هذيك الورده نثبتها. وهاد الوردات الصغار نخيط كي شغل غادي ندير زائد كيما هكا صاي نخيط خياطه كلي خيطها كيما الزائد باش نثبت الوردات الصغار هادو. طريقه الخياطه سهله باش تركبوا هاد الوردات هادو. نخيطهم خواتاتي نوزع كامل الورود هادو على هاد القطعه تاع القماش ونروح الماشينه ونخيطهم. هنايا قبل ما تروحوا تخيطوهم حكموهم بلي زيباغل كيما هكا بهذا الشكل. زيدي جبدي القماشه تاعك وستفي الباقي تاع الورد تاعك هاو. هنا نكمل كامل وندير لهم لي زيباغل وروح الماشينه نخيطهم باش نعرف المكان تاعهم اللي غادي نخيط فيه صاي. هاي شوفوا هنا بعد ما وزعت كامل الوردات كيما هكا ودرت لهم ايباغل دروك نروحوا نخيطوها. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما ثبت كامل الورود هذو خيطتهم هكا بهذا الشكل. شوفوا كي تقلبوا كيما هكا هذاك الخيط قلعوهم ما تخلوش الخيط لاصق في القماش بعد الخياطه باش تكون عندك لا فينيسيو شابه. هنا شوفوا نحكموا الجهه هذه اللي خليناها هكا مفتوحه منه من مع الجوانب غادي نديروا لها دروك اللاستيك. هنا غادي نعطيكم القياس تاع اللاستيك شحال غادي ندير فيه وانتم كل وحده وتعبر اللاستيك على روحها شحال راهي باغيه دير فيه. ما ديروش مزير بزاف وما ديروش مطلوق بزاف. كي تدوري على روحك هكا اللاستيك تدي العبر اللي تلقايه قصيه وديريه هنا في الفوطه تاعك كيما هكا. هنا غادي نسكك اللاستيك كيما هكا ديروا فيه مساك ودخلي في هذه الفتحه هذه وخرجيه من الفتحه الثانيه هاكا بهذا الشكل. انا سرعت لكم فيديو شويه خواتاتي على خاطر جا طويل بزاف وشدتكم نتوما فاني باش تتبعوه من الاول للاخير. هيا سرعته شويه ان شاء الله تكونوا فهمتوا. المهم الطريقه راهي واضحه خواتاتي. هنا شوفوا بعد ما تخرجوا اللاستيك في الجهه الثانيه كيما هكا تروحي تخيطي على هذاك اللاستيك مع القماش وخيطي فوق الخياطه فوق الزيكزاك هذاك اللي درناه. دي وردي في الخياطه ديري بوان داري كيما هكا قلعي هذاك المساك تاعك. ومن بعد هنايا شوفوا هذا اللاستيك اللي يبقى ما نخلوش هكا خارج. غادي نجبد اللاستيك شوفوا هنا راه باقي شويه لاستيك خارج نجبده كيما هكا. شوفوا كي شغل تكسلي اللاستيك وتقصي. هنا بعد ما تقصي هذاك الباقيه غادي تدخل داخل ما يبقاش اللاستيك خارج لبرا. شوف ها هو هنا تجي هكا خدمه نقيه وشاب. درك نروحوا للجهه الثانيه كذلك غادي نديرها بنفس الطريقه. نجبد القماش كيما هكا ونخلي غير شويه تاع اللاستيك ونعاود نخيط فوقه وندير بنفس الطريقه اللي درتها معاكم. نعاود كي نخيط فوق الزيكزاك هذاك نتبع الخياطه الاولى اللي خيطتها نخيط فوقها ما نجيش حداها ونخيط باش ما نكثروش الخياطه بزاف وتجينا خدمه نقيه. هيا كيما هكا بهذا الشكل. هيا وتقصي كيما هكا. بعد ما تقصوا كامل هذوك الخيوط هذوك شوفوا هنا اللاستيك هذا اللي بقى لي كيما هكا خارج ما نخلوش كيما هكا. نجبدوه كي اللي تكسلي كيما هكا جبدي اللاستيك ومن بعد تقصي وشوفوا في الاخر كيفاش غتخرج فينيه وشابه صاي. هنا كيما راكم تشوفوا غادي دروك نديروا لها باش نبلعوا هذه الفوطه تاعنا ما تبقاش هكا مفتوحه. هنا بالنسبه للاخوات اللي يبغوا يديروا السكراش ما ننصحكمش بالسكراش على خاطر كي تغسليه كامل يبقى يلصق لك في الشوازات ولا في القماش تاعك. هنايا غادي ندير لها كيما هكا عندي هاد البوطونيير هادو. شوفوا هنا عندي هاد لاباري نقفل بها
كي جيت نديرهم خاص الحبات اللي يكونوا مقابلة اختها كل عين وعندها القفلة تاعها، اللي فيها الأسنان ما راهاش عندي، أيا قلت نوريها لكم وخطرة جاية إن شاء الله نشريها ونركب لها. هنا غير باش نوريها لكم خواتاتي أنا غادي ندير لها هذو، شوف ها هما هنايا هذو القفلات هذو يساعدوا بزاف ويجوا بزاف شابين. هنا هذه بالنسبة للأخوات اللي غادي يسقسوني في التعليقات شحال شريتي هاد لاباري، شريت هذا شحال، شريتها ب70,000. يجوا معاها زوج علب فيهم هاد القفلات هذو. هنا غادي تجي كيما هاكا تركبي الأولى، هنا كي تجي تركبيها تحسبي 2 سنتيم من عند الكفة وتدخلي للداخل، تحسبي 2 سنتيم وتركبي الحبة الأولى، العين الأولى تاع ديك تاع القفلة، وتعاودي ديري 2 سنتيم في الجهة الثانية كذلك وتركبي القفلة الثانية. هنا كي تركبوهم خواتاتي شوفوا، قفلة واحدة كي تركبيها ركبيها فوق في الوجه تاع القماش، والقفلة الثانية ركبيها في الظهر نتاع القماش، ديروهم متخالفين باش من بعد كي تلبسي الفوطة تاعك تجيب هذا الشكل هكا وتبلعيها صايي. وهنا اللي ما بغاش دير لاستيك كيما قلت لكم تقدروا تخلوها كيما هكا وتربطيها. انا ما نفضلش تاع تربطيها، ديري لها كوردون غير من القماش، خدميه كيما شريط البي وربطيه هنا في الامام، ولا ديري هاد القفلات كيما وريتها لكم هكا، طريقه بزاف شابه. هنا شوفوا راني حاكمتها بايبانغل، مازال ما درتلهاش هذيك القفله كيما قلت لكم حتى نشريها. هنا ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، قلت نشاركه معكم باش هكا الاخوات اللي طلبوا مني يشوفوه ويستفادوا منه، وان شاء الله الكل يستفاد من هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله المشروع تاعنا اليوم ينال اعجابكم خواتاتي. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، ما تنسونيش خواتاتي بتعليقاتكم الجميله والمشجعه. نقولكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.